جدك جدك من المطربين اللي تركوا بصمه. مع الاسف استاذ راحت يعني مع الاسف ايام زمان والاغاني ذيك الحلوه. يعني اني امي تسولف لي على جدي الله يرحمه. الله يرحمه. تقول لي كانت عنده اغنيه مشهوره يطلعوها يوميا الصبح بالسبعه. نعم. يعني طلاب الكليه والمدارس صح. ما يداومون. صح. الموظفين بوقتها ما يداومون. صح. الا تخلص الاغنيه يلا تصير حركه بالشارع. صحيح. يعني اغنيه كلش مشهوره. شنو عاد قبل هو فيروز؟ حتى ذكرتني فيروز. حتى كان اكو وقت الفيروز منعوا هاي الاغنيه مال فيروز قاموا يطلعون مال جدي حسام الله يرحمه. صحيح. اغنيته اسمها ظل البيت المطيره وطارت بيه فرد طيره. بيبي كانت تحبها بيبيتي. ظل البيت لمطيره وطارت في فرد طيره. الله. اسمع الشعر. يعني اسمع وين هسه وين قبل. ليش ما يتاثرون جيل هالوقت ليش؟ استاذ اسمع المفرده. إيه؟ يقول ظل البيت لمطيره. إيه؟ وطارت بفرد. شوف هاي الفرد. فرد. اي هاي بشفه والاغنيه بشفه فرد. صح. ايه فرد طيره. فرد طيره. الله. اي فشي يعني امي تقول يعني حتى ما. طبعا انت حكيت لي صارت عندي قشعريره. إيه؟ تضرب نفسها هسه بطابوق. موضوع هي المفردة غريبة غريبة. هو احنا نفتقد للمفردة لأن كل هذا الجيل بصراحة يعني ما عندهم فد لازمة المفردة يفتقدوها. بعدين الثقافة حقيقة الثقافة أيضا يفتقدوها. يعني تجيب أكبر مطرب يعني تقعده قدامك ما يعرف يحكي ما أعرف ليش. بس ماكو مطرب مثقف أصلا. ماكو مثقف. عجلة هذا الإنسان عجول. هالوقت فنانين هالوقت ما يتعب نفسه مثل الفنانين. يسولفوا لي على جدي يقولون من كان يروح حفله بالليل. يدرون شو يسوي؟ يلف باليشماغ يطلع بس عيونه ويجي يتخاتل يلا يطب الحفله. مو بس هسه بالفانيلات بصالح. صح كان يطلع بس عيونه. صدق. لان قبل كان حرام. حتى لا حد يعرفه. حتى لا حد يعرفه. لا حد يعرفه. تفضل استاذ اكو شغله يعني يرد احكيها يمكن هسه خافيه هي على الجمهور. طبعا تفضل. قبل كانوا يغنون على العائله. بالضبط. على الاخ على الاخت على الام على الخال يعني على الاقارب على الحبيبه على كل شيء. اكو شغله غناها جدي اتذكر بيها بوقتها غنى على الام. على الام. هي هاي الاغنيه العظيمه. شلون بالله شلون على اسمع يا جيل هالوقت. اسمها يمه. الله الام مدرسه إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. إي شنو الأم كمل. يمه قرصتني عقربه. يمه قرصتني عقربه. يا يمه لو شفتيها إيه سبحان اللي مسويها أنا من راسها لرجليها اطلب يا يمه العقربه تقعد يا يمه عقربه. إيه على الام رحمة الله على روحك رحمة الله. أقول لك هاي العقربة من وراها أستاذ عندي ابن أختي. أكمل لك بس. ابن أختي مات عمره 4 سنين. هذا كان بيسوله دائما دوم يروح يلقط قطوف جقاير. ذاك الليلة من سمع هاي الأغنية قال إلا لقط عقارب. لقى عقربه اجى للبيت قال لها يمه قرصتني عقربه. 4 سنين طفل ومات. الله يرحمه. ألف رحمة على روح. خطية. أقول لك أستاذ عندي ترى هذا يتحرك ورايا هواية باوع. بعدين اتوقع لك اتوقع لك يا ابو تيسير. بعدين طبعا ابو تيسير كم مره قلنا لك من تخلص الحلقه احكي وياك. بعدين اتوقع لك وتكتب لك اوتوغراف. بعدين ايه بعد احكي لنا من مآثر المرحوم. وعنده جدك يعني كلمات كلش جميله وحلوه وثقيله وراكزه. صح. مو مثل هسه يعني كلمات هسه يعني عيب واحد يحكي بيهن. طبعا شنو انام على الكاشي. انت تنامين على الفراش ولا انام على الكاشي. يعني اغاني ما تنقال. يعني عنده اغنيه يقول بيها طبعا هاي كلش حتى كاتبيها بخط بالبيت. نعم. خاطيها بالبيت وعاطيها. إيه؟ اول ما تطب للبيت من زعلك من بكاك. الله. انعى الابو اللي بكاك. الله. هاي شنو هاي؟ مو حكمه هاي؟ حكمه. من زعلك من بكاك انعى الابو اللي بكاك. خالي من ورا هاي الاغنيه انسجن 70 سنه. 70 طبعا. عنده ابن صغير طالع برا ضاربه واحد. هذا الواحد ابوه مسؤول
جاي الابن يبكي لابوه، الخالي قال له خالي ويش فيك؟ من اللي بتشاك؟ انا على الاب اللي بتشاك. ليش ما يجوا العصريات ياخذوه كلبشات ولحد الان بالسجن ما ندري وين. 70 سنه 70 سنه 70 سنه ما بقى شيء، بقى 5 سنين ويطلع. ما يطلع. اغاني قبل، اغاني ذات قيمه بال 2010 بال 2000 2005 2020 2080 الان حنا نشوف اغاني ما لها قيمه، غناء ما له طعم، رديء شيب. الله يخليك استاذ. نعم. انت تعرف جدي رحمه الله على روحه. فتشغله راح احكيها، طبعا هذا سر. نعم. هذا برنامجنا طبعا كله خاص، اول مره حصري ضيق يعني حصري قابل هو جين. اي يعني حصري انه وهاي فد ماده لكم ما حاكيها لاي قناه. نعم تفضل. وطابعها بكتاب وهسه راح ينزل للسوق ان شاء الله. اريد نسخه ان شاء الله امانه توصل لك. عليك بدعت المرحوم جدك. تعرف شنو معنى كلمه ترى 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 ترى؟ شنو؟ هاي اسطوره داخلوا بها المفكرين والباحثين، ويا ما جو علماء روس. ما فكرت بها؟ اليابان داخت. ما فكرت بها؟ طرت طارة. لا مو هيك. ما فاهمين. لا والله ما فاهمين. شوف اكثر الناس من يغنوها بالشارع يسوون مو هيك. كيف؟ لا هي بها قصدي. شو يقصد؟ ترى ترى ما شاء الله. هي يقصد ترى طارة. وبعد ما حكينا وتحدثنا كثير عن الفن الأصيل وفنانين الطرب الأصيل، نستضيف فنان آخر، فنان مطرب حديث، مطرب من هالوقت مثل ما يقولون، مطربين اللي ما تركوا بصمة بالحقيقة للفن الأصيل. نستضيف معكم مطرب شاب. رحبوا معي بالمطرب سالم الكوري. يا اهلا تفضل. عطني الكوشه. علي بعد وحده يعطيك كسر. انا ما قمت لك لين انت ناصي يعني. السلام عليكم. يا اهلا. يا اهلا وسهلا بالفنان سالم الكوري. اخ سالم، ممكن توضح لنا ليش مسمينك سالم الكوري؟ والله كنت هيجي يعني اسم كوري، ورحت الكوري عشت، وشعراء كتبوا لي وملحنين كوريين، واجي لبغداد هنا اترجمها للعربي. ما شاء الله. بكوريا ويترجموا لك هنا بالعربي. حلو، شيء جميل. شيء غريب. جميل. ممكن تسمعنا شيء؟ ايه اسمعك شيء. ايه. موسيقى جاهزين؟ جاهزين. ويا الجمهور موسى طم طح 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 طم طح 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 الله طم طح 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 طم طح 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 قلبي يجرح حبك يسبح لا حد يجرح طم طم طح طح. شنو رايك؟ والله فشلتونا. انا وجهي بالقاع بالطين من وراكم. ليش؟ يا ابني ما عندك كبير تستشيره؟ ما عندك خال اب عم تقول له هاي الاغنيه زين؟ ما نصحوك؟ شلون طم طح طح؟ ما تاثرت باغنيه طارة ما سامعها؟ اتاثر يا ابني بالاغاني زين. ماكو طابوقه سميتيه. ذاك الوقت اكو شعراء، اكو كتاب، اكو ملحنين، هذا الوقت كل شيء ما عندنا. اي بس يا ابني انت لازم تتعب نفسك، تجد كلمات حلوه، شاعر زين، ملحن زين، بعدين لابس بالمقلوب وجايني شعرك ازرق بنطرونك اسود، غير لازم شعرك اسود وبنطرونك ازرق. بعد لا تسوي هذا الحكي زين، ولا تجي. هاي اذا انك شليحه، انت مكانك مو هنا. امشي اطلع برا، امشي يلا. الى اللقاء. باي. الى اللقاء. باي. شو جيل هالوقت؟ هالمطربين هالوقت. اي شيخ عندي، مو انت ما يصير قاعده بين العمالقه. ما صح، هذا الغلط غلطي، بس انا ردتك شوفهم على حقيقتهم، مطربين هذا الوقت. والان اعزائي المشاهدين راح نكشف عن مفاجأة وسر كبير في هذا البرنامج، هو خطوبة الفنان الرائع
دوحي على الفنان الرائع لوزة. شنو؟ وبالمناسبة أنا من الحلقة جايبها. هاي خطوبة هالوقت. ايش بيك شارب شي؟ 82. الله ايش بيك شارب شي؟ أموت على هاي الأغنية بيها شرب. ايش بيك شارب شي؟ دم شو ولي؟ لا لا اكيد انت شارب شي. ساعة السعودة من شفتش بيها. سود علي سود علي ما خذت بصراوي زوجوا الاسمر الحلاوي. سود علي سود علي. إلا خليها تجي تتوسل، وإلا خليها بعد ما تزعل، إلا خليها تموت قبالي واكسر خشمها هذا العالي. ما افتهمت، انا ما افتهمت، انتوا تهاوشون ولا تغنون؟ ابى لا اغني طبعا اكيد شارب شي. اني وين وهذا وين؟ شلون مستوى؟ اكو فوارق بالطبقات الاجتماعيه. اي والله حق. اخوان المطربين كثروا بهذا الوقت بالبلد. قديما كان عندنا مطربين 30 40 ألف مطرب، 80 ألف مطرب، 100 ألف مطرب. هسه 85% من السكان مطربين. 85% من تعداد السكان مطربين. اي بس بيبيتي الله يرحمها السيده لبنى كانت مطربه الشعب. ايه مطربة الشعب. طبعا لأن ونفتخر. كانت الساحه الغنائيه تخلو من هذا اللون. طبعا السيده بيبي الست لبنى قمر هي عملاقه الفن. والان ختام الحلقه راح نسمع منك اغنيه تذكرينا بالطرب الاصيل. اوكي. باغانيك، واحده من اغانيك العظيمه الرائعه. اوكي يا لوزه. لا عفوا لا أنا ما أغني من أغاني، أنا أغني من أغاني بيبيتي السيدة الرائعة الراحلة الفنانة الكبيرة العملاقة السيدة لبنى قمر. الله الله